لكم كل التفاصيل وكل الفيديوهات وكل حاجة في صندوق الوصف. بصوا بقى الشكل ولا أروع. وكمان في الآخر كده هنقفل الصينية الحلوة دي مع بعض. أول حاجة حلة المحشي الحلوة دي، والصباع اللي نزل لوحده ده حلال عليا. بعد كده نزلنا بالحلة الحلوة ديت وهسيبها زي ما هي. هبتدي أقفل عليها كل حاجة كده حواليها. الكوسة والبتنجان كده جربوه في الفرن كده بنفس الطريقة، هيعجبكم جدا جدا. بصوا بقى هنبتدي نرصه كده في جنب. طعمها بقى وريحتها كده لوحدها كده تحفة جدا جدا. الكوسة بقى اللي ما بيجربش الكوسة وما بيحبش الكوسة هيحبها بالطريقة دي. تمام. بصوا بقى الشكل. بعد كده عندنا هنا كان عندنا شوية ورق خاص كده فريش، ماما بقى من باقي الخلطة آخر خلطة وكده فعملتهم محشي خاص. وبعد كده عندنا البفتيك حطيته برضه كده في جنب، والجواه الغمراء وحمرناها في الاخر كده. بصوا بقى حلة المحشي ورق العنب باللحمة تجنن. عايزه اقول لكم ان اللحمه واخده الطعم كله من ورق العنب. طعمها جوسي اكتر وطعمها فيها تسكيره حلوه جدا جدا، فلازم تجربوها. بصوا بقى شكل الصينيه الحلوه ديت، قولوا لي ايه رايكم فيها. وعندنا كده شويه ترمس، وكمان الحلبة كنا عاملينها في العيد.